تعالوا نشوف الجماهير قالت ايه على النتائج اللي عملها الزمالك والاهلي في افريقيا اخيرا، وتعالوا نشوف ايه حكايه الاهلي والزمالك في افريقيا. يفرق التليفون ده بسرعه. شفت ماتش الاهلي؟ شفته طبعا. ايه رايك في اداء الاهلي؟ متوسط. كويس، ادائهم بقى احسن من الاول. هو الزمالك يعني عشان ما شفتش الماتش، بس يعني الزمالك ممكن يتعادل هناك. الزمالك فرقه حلوه وجميله، بس في ناس بتقر عليه كده، بتزن عليه عشان عايزين يوقعوه، عشان هو خد العين فلقت الحجر، عشان هو خد الكاس والدوري فزعلانين، لان عيب النادي الاهلي عايز ياخد البطوله لوحده، فلياكل لوحده يتعب. كنت في ماتش الزمالك والجزائر امبارح، كنت رايح اشجع الجزائر حقيقه. كنت رايح تشجع الجزائر امبارح؟ والله كنت رايح اشجع الجزائري. مصري صح؟ مصري. اكل صاحبك واجل جنب. هو ان الزمالك عمل ماتش مش كويس امبارح، بس هو كسب بالتوفيق، بس الاداء مش كويس بتاع الزمالك الفتره اللي فاتت كلها. ماتش الاهلي زي الفل. الاهلي حلو برضه والزمالك احلى. ممكن يكون في امل، والامل عند ربنا. والله ما شفتش حاجه. احلف بالله. والله الماتش زي الفل، وهنا الماتش هيخلص 4-0. الاتوبيس ده رايح فين؟ الاتوبيس ده راح الكوبري الخشب، وهفكرك وافتكر. الاهلي يعني السعودي حلو. يعني شايف النتيجه اللي عملها الاهلي امبارح دي كويسه؟ كويس. الزمالك كان كويس امبارح مع انها اهلاوي. سلام، عايز حاجه؟ تفتكر الفرقتين هيعدوا الدور اللي جاي؟ باذن الله. بصراحه الاهلي والزمالك صعب ان هما الاثنين يصعدوا، بس الاهلي احتمال كبير قوي يصعد. يعني صعب الزمالك والاهلي يصعدوا. لاعب مهاجم صح؟ يعني بصراحه سهله جدا جدا، لكن انا كنت شايف انه ممكن يغلبوا هناك كمان. الزمالك بيغلب بره وجوه. فرص صعود الاهلي قد ايه؟ يعني 70-80% ان شاء الله. الزمالك باذن الله 100%، هو كسب هنا وان شاء الله يعوض هناك. اكتر من 80%، لان الاهلي كان ضاغط هناك وهيجي هنا هيضغط اكتر يعني. الزمالك بقى؟ لا الزمالك ربنا يستر عليه، اصلا اللعيبه كانت بتضرب فينا هناك ربنا يستر بقى. 90%. الزمالك 75%. بنسبه 100% الاهلي صاعد يعني. 70% طبعا. الزمالك 50-50. 99% للزمالك و90% للاهلي. انتوا معاكم رخص عشان في كمين قدام هيمرمطكم. لا ربنا يستر طريقكم. يعني الاهلي يعني 3-0. الزمالك يكسب 2-0، لان يعني الفريقين حلوين يعني مش وحشين. بالنسبه ان احنا بره الارض فهي 1-1 كويسه، وان شاء الله هنا مع الجمهور وكده، فان شاء الله الماتش بتاع الاهلي يعني. الاهلي هتبقى فرصه كبيره، بس يانجا هيجي يهاجم هنا هيلعب عشان الفوز بس. لو كسب هناك واحد او تعادل خلاص صعب. لا الاهلي، اصل الاهلي هنا يكسب الفرقه دي بتاع 3-4. مع الاهلي هيخسروا، لكن مع فرقه ثانيه هيكسبوا براحتهم. الزمالكاوي قوي. انا اهلاوي قوي. وربنا يوفق برضه الاهلي برغم ان انا زملكاوي، عشان ده فريق مصري، واخد بالك؟ بس هم مغرورين شويه، بيلعبوا فرقه ضعيفه يجيب فيها 7 تجوان. بس الزمالك هيصعد بنسبه عاليه برضه، لانه كسبان 2-0، فهيروح هناك هيبقى بالنسبه له على التعادل خلاص صعد. مين اللي معاك على التليفون؟ واحد صاحبي. طب اقفل. طب الاهلي هيعمل ايه في الماتش اللي جاي ده؟ الاهلي هيعمل ايه؟ الاهلي طول عمره توب. هيكسب باذن الله. المدربين تشد شويه عليهم، يشوفوا ايه اللي ناقص خط النص، ايه الدفاع، ايه اللي ومش عارف ايه، يشكل شويه. اما احنا كده اهو تعبانين كده اهو، مش عايزين نفضل تعبانين بقى. هيعملوا ايه في الماتش اللي جاي؟ اعملوا كل خير ان شاء الله. كل خير، انا بقول لك على حنه. ربنا يستر عشان هيحصل مشاكل بره في الجزائر بسبب الماتش ده. لما يكسبوا يجوا الحته بقى من الكاس كده صغيره. حته بالكاس، حته بالفخده. اي حاجه.